الملمس بتاعها زي القفعه زي ما انتم شايفين، وده اللي مخليها اسمها سنيك فروت. احنا النهارده جبنا شويه حاجات من عند محمود الفار، السوبر ماركت مشهور جدا يا جماعه على حدود مدينتي. فجبنا هناك اغلى حاجات وحاجات كلها شاذه وغريبه، هنجربها مع بعض دلوقتي عشان نشوفها معاكم هتبقى طعمها عامل ازاي واسعارها طبعا هتبقى عامله ازاي. واول حاجه هنبدا بيها علشان ما تسحش الايس كريم. الايس كريم ده شكل المانجا وترند الايام دي، وتقريبا كده صناعه صينيه بس شكله مغري، فهنجربه مع بعض ونشوف طعمه لو توافق مع سعره ولا لا. هي تقريبا اتلوحت مني بس هو ده شكلها. مانجايه ايس كريم ب 200 جنيه. اول ما اخد قطمه كده اشوف البزازان ده هو ده اللي هيقابلني. ايس كريم مانجا عادي جدا بس طعمه حلو، بس 200 جنيه اوفر قوي. تاني حاجه معانا محشي ورق عنب، محشي ورق عنب معلب زي ما انتم شايفين كده، وطبعا سعر العلبه دي 70 جنيه. نبدا نفتحها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واو شكلها حلو قوي صراحه، شكل خرافه جدا والله، وريحته جميله تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل يابا. يا سلام، ده لاي حد ماشي على الطريق. يعني انت لو ماشي على الطريق وهفت معاك ورق عنب تجيب العلبه دي. شكل ورق العنب بيقول ان هو طازه مع ان دي حاجه معلبه. تعالوا ندوق بقى نشوف الطعم بتاعه ده عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو تقريبا كده ده مش ورق عنب خالص زي اللي في البيت عندنا، ده عامل زي المقبلات الشاميه اللي هي اسمها يالانجي. ده الطعم بتاعها، وتقريبا هي يالانجي بس هو مش ورق عنب خالص، بس طعمه جامد صراحه. وندخل على ثالث حاجه، محشي البتنجان او الباذنجان. طبعا زي ما انتم شايفين كده نفس برضو العبوه بتاعت محشي ورق العنب بس من شركه ثانيه، وسعر العلبه دي برضو 70 جنيه. والله 70 جنيه دي اصلا نجيب 2 كيلو بتنجان في البيت. واو، ده محشي بتنجان اكيد. ماشي والله، ريحه حلوه، ريحه خلطه الفته بتاعت الكوارع. بس خلينا نشوف، يلا ونقول بسم الله. شايفين الصوص عامل ازاي؟ ده في كل حته فيه صوص من ده. ده شكل المحشي. 5 محشيات بالظبط ب 70 جنيه، يعني المحشيايه واقفه على 15 جنيه. والاكتر واللي ظاهر ليا دلوقتي ان دي بتنجانيه كبيره قوي محشيه ومتقطعه 5 قطع. هشوف بقى طعمه وهقول لك طعمه عامل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش حلو خالص بصراحه، ما عجبنيش خالص، ومش زي ورق العنب اللي احنا كلناه من شويه. محشي البتنجان بتاعنا اللي في البيت يضربوا يضربوا. وتالت نوع محشي معانا محشي فلفل اخضر. يا ريت يطلع حلو بس علشان ما نزعلش زي البتنجان. بصراحه يا جماعه المحشي البتنجان كان رديء جدا بس انا اكلته. 70 جنيه يابا. بص بقى الفلفل هنا عامل ازاي، حاسس ان في بسمه امل. نفس الشركه ونفس خلطه البتنجان. تقريبا ورق العنب كان مختلف عنهم لانه شركه ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي محشي الفلفل يا جماعه. تعالوا نشوف بقى الطعم هيبقى زي محشي البتنجان ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا والله هو بصراحه اللي ظهر في بقي طعم الفلفل بس، انما طعم الخلطه بقى والجو ده كله مفيش. هو برده رز معجن، التيست كله طعم الفلفل. يعني برده نفس الكلام، هو محشي البتنجان في حته ثانيه مش بتاعتنا. برده العبوه دي ب 70 جنيه. وكمان لقيت شيبسي من محمود الفار. ده شيبسي انتاج سوبر ماركت محمود الفار، يعني شيبسي طبيعي 100% ومش موجود غير بطعم الملح فقط. ده يدل ان الشيبسي فعلا طبيعي. نبدا برده نجربه معاكم ونقول طعمه ايه. وده على فكره ب 20 جنيه. طبعا بطاطس عاديه جدا، يعني بصراحه شكلها جذاب. الميزه فيها ان هي فعلا بيور. نشوف بقى طعمه. سامعين القرمشه هايله. وطبعا بعد ما خلصنا بقى المحاشي والتخديعه والجو ده كله، نبدا ان احنا ندخل على الفواكه علشان نحل بيها ونكسر طعم المحشي اللي قفلنا. نبدا باول حاجه المانجوستين. المانجوستين دي فاكهه استوائيه تقريبا كده، شكل الرمان والورق بتاعها شكل ورق الكاكا، يعني زي ما انتم شايفين كده، واللون بتاعها بتنجاني شويه. على فكره دي وزنها 130 جرام، عامله 232 جنيه. الكيلو منها عامل 1787. تعالوا نفتحها ونشوف فيها ايه. بسم الله. عذبتني على ما فتحتها. واو شكلها جامد قوي من جوه يا جماعه، وجوسي. ده الشكل النهائي بتاعها من جوه.
حاجه بصراحه جذابه. وريحتها كمان حلوه قوي زي فصوص البرتقال والاستفندي. هنشوف بقى الطعم في الاخر هيبقى عامل ايه. هي تقريبا كده مزه قوي، بس كتير عليها قوي المبلغ ده 232 جنيه دي على الكميه اللي جوه دي، اوفر برضو. وندخل على اخر حاجه يا جماعه، واللي انا بصراحه عندي فضول اجربها، اللي هو السنيك فروت، اللي هي يا جماعه الملمس بتاعها زي الافعى. الملمس بتاعها زي الافعى زي ما انتم شايفين، وده اللي مخليها اسمها سنيك فروت، ان شكلها ملمس الافعى بالظبط ونفس الخشانه ونفس كل حاجه. بصراحه شكلها جذاب جدا، بعيد عن طعمها هيكون عامل ازاي، بس اشوف شكلها جذاب جدا. وانت بتقشر كده الصوت ممتع، زي بالظبط الكفر بتاع الافعى اللي هي بتطلعه. سبحان الله، صراحه من اغرب الحاجات اللي انا شفتها. حتى برضو جسمها جوه، الجسم جوه برضو نفس تقسيمه الافعى. نقسمهم دلوقتي مع بعض هتطلع 3 فصوص زي ما انتم شايفين. ده شكلها من جوه، بصراحه شكلها جذاب جدا، ودي احلى حاجه انا شفتها كشكلا وكمظهر يعني. تعالوا بقى نشوف طعمها عامل ايه. ده فيها بذره برضو، وطعمها جميل جدا بصراحه، طعمها جميل جدا والله. عجبني قوي طعمها وشكلها. دي احسن حاجه جبتها النهارده، دي تستاهل الفلوس. مع ان دي بكام بقى؟ الاثنين دول، دي واللي انا قشرتها، عاملين 271 جنيه. الكيلو فيها اصلا عامل 2262. بس انصحك ما تجربهاش، لان انا جربتها مكانك على راي الراجل بتاعنا التاني ده. واخر مشروب بقى شفته ترند الايام اللي فاتت دي، مشروب ميزز شويه صور، وده سعره يا جماعه 71 جنيه. طعم البلو بيري، مزازه مع بلو بيري، بيتهيألي هيبقى الجو جامد جدا يعني. هنشوف الموضوع فيه ايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بلو بيري فعلا، اللون بتاعه ازرق خالص يعني. شوف بقى المزازه بتاعته ايه. ايه ده يا عم؟ والله العظيم طعم الدواء الكحه، مفيش له عندي تفسير غير كده. يعني انت ممكن ب 71 جنيه دول تجيب 3 حاجات تانيين، 4 حاجات تانيين افضل من الموضوع ده. انا مش عارف ماله الاستفندي بتاعنا، ما انا عمل ايه الراجل ده؟ مصري الجميل اللذيذ. يلا يا عم.